السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هاتوا حلة كده بسرعة وتعالوا معايا بسرعة بسرعة بسرعة. عندك خضار في التلاجة، بواقي خضار، كوستين على جزرتين على بطاطستين، عندك بطاطس مقطعة للتحمير وما حمرتهاش، هاتيها وتعالي نحطها كلها في الحلة زي ما انتوا شايفين كده، مع بصلاية، مع شوية كمون، مع شوية فلفل، مع شوية فلفل اسود، مع شوية ملح، ونبدأ نشوحها زي ما انتوا شايفين مع 5 فصوص ثوم. ونبدأ نشوح كده الخضار ده كله، يبقى بصل وثوم وجزر وكوسة وبطاطس نشوحها، وبعد كده ننزل بحبتين طماطم او 3 ومرقة. ونكون مجهزين بقى الطب بتاعنا اللي هنعمله النهاردة بالطريقة الجديدة بتاعتنا، هو العدس الأصفر. هنبدأ ننزل بالعدس بعد ما غسلناه كويس جدا وصفيناه وياخد له تشويحتين، واكون مجهزة مية مغلية هنزل بيها على الخضار واقلبه تقلبتين واسيبه يستوي، ونرجع نشوفه بعد ما يستوي هيبقى عامل ازاي. انا هنا رجعت له بعد تقريبا ربع ساعة او 10 دقايق، هو استوى بالطريقة دي. هنبدأ نسيبه يبرد شوية ونضربه في الخلاط وارجع لكم. هنا عندي عيش، بواقي عيش او عيش انا مش عايزاه في التلاجة، في الفريزر، نزلته حمصته عشان ناكله مع احلى شوربة عدس. انا هنا ضربت العدس في الخلاط بالطريقة دي وبصفيه علشان لو في اي شوائب ما تبقاش موجودة في العدس. بعد كده هجيب بصلاية وهبشرها وهشوحها مع السمنة لغاية ما اوصل للون الذهبي اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. ده اللون اللي انا عايزاه للبصل. في ناس كتير بتنزل بالطشة دي على العدس على طول وخلاص كده وتمام، بس احنا بقى يعني عندنا عادة ما بنحبش البصل باين في الشوربة، فباخد شوية شوربة من اللي احنا عملناهم على البصل، وابدا اضرب دول في الخلاط او بالهاند بلندر المتوفر عندك، وارجع تاني احطها على الشوربة. علشان خاطر زي ما بيقولوا. وننزل بقى بالشوربة اللي احنا ضربنا بيها البصل كده على بقية الشوربة بتاعتنا. شايفين الجمال؟ احلى شوربة عدس، مش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي، جايبة اخر البيت. بنتدفى كده في الجو الساقع اللي احنا فيه ده. بصراحة احلى اكلة ممكن تاكليها في الشتاء وما تزهقيش منها، وتلمي كده العيلة حوالين منكم وبصحة وهنا. ان شاء الله تعملوها وتعجبكم. هبدأ ان انا اشيل الريم اللي على العدس من فوق كده، كل الريم اللي يطلع ابدأ ان انا اشيله. خلاص كده هبدأ ان انا اقلبها وتغلي غلوتين ونطفي عليها، ويلا بينا علشان خاطر نغرف في الطبق ونشوف شكل العدس عامل ازاي بعد ما خلص. احلى شوربة عدس زي ما انتم شايفين، اللون كهرماني جميل كده، حاجة كده تفتح النفس، مع شوية بصل اخضر مع ليمونة، تحفة. والعيش اللي احنا حمصناه في الفرن بجد لذيذ جدا. تاكليه وبالهنا والشفا. العيش حمصته زي ما انتم شايفين كده محرمش. يعني بردك توفير، ما تشتريش عيش محمص من الشارع لان ده بيبقى بردك في الفرن وعامل دفا في البيت وطعمه بيبقى تحفة، مع شوية بصل اخضر كده. وبالهنا والشفا. عايزة عليكم اشتراك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.